وصفتنا النهاردة تستحق التجربة. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقتين تسوية وبطريقتين تشكيل. هنعمله على البوتاجاز في الطاسة وهنعمله جوه فرن البوتاجاز، وهيطلع معاكي جميل جدا واحسن مليون مرة من اللي بتشتريه من بره. فطير المشلتت بتاعنا النهاردة بدون زبدة وبدون سمنة بلدي وبدون قشطة كمان وبدون زيت. وصفتنا النهاردة خرافة، لما تجربوها هتعتمدوها بجد. الوصفة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا انا عندي هنا 6 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، وممكن تستغني عن المعلقة بتاعة البيكنج باودر. بقلبهم مع الدقيق، وبعد كده بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق بنزل بكوبايتين ونص من المية، دي مية فترة من الحنفية. ببدأ اسمي بسم الله وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. طبعا ال6 كوبايات دقيق اتعجنوا بالظبط معايا بكوبايتين ونص من المية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها الدقيق. كده العجينة معايا مظبوطة. بس كده هعجنها كويس قوي لحد لما تلم وتخلع معايا من الطبق. لما بتوصل للمرحله اللي انت شايفاها دي، بصي انتوا بتعجني تخلع معاكي وتنضف لك الطبق، يبقى هي كده ممتازه. نزلت برشه خفيفه جدا من الدقيق ولميت العجينه وبططتها وبغطي عليها بكيس بلاستيك، بسيبها بس 5 دقايق 10 دقايق ترتاح معايا، وبعد كده ببدا اقطعها. دي انجح عجينه فطير مشلتت ممكن تجربيها في حياتك. بعد ما عدى عليها 10 دقايق جيت هنا على طبق، رشيت رشة من الدقيق، وهنبدأ نقطعها الكور اللي احنا قطعناها وسط، يعني ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. يعني 6 كوبايات دي ادوني 9 فطاير. ببدأ اقطعها والمها كويس قوي، وابدأ نعمل وشي بالطريقة دي، وبنبدأ نرصها على الطبق. برجع للعجينة وابدأ اقطع بنفس الطريقة، بسيب بينها وبين اللي جنبيها مسافة لان هي طبعا بتريح، فعشان ما يلزقوش في بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله. هبدأ دلوقتي اغطي عليهم بكيس بلاستيك واسيبهم كمان 10 دقايق معايا يرتاحوا. وبعد كده هنبدأ طبعا نفرد العجين بتاعنا. طريقة الفرد سهلة جدا، يعني بمنتهى السهولة، ولا هتتقطع معاكي، والعجينة زي ما انتوا شايفين ممتازة. هنيجي على الرخامة، بنبدأ نرش طبعا رشة كويسة قوي من الدقيق. بعد كده بنحط الفطيرة بتاعتنا بنرش عليها دقيق من فوق، ببدأ ابططها وبرجع ارش عليها كمان حبة دقيق، وبعد كده بنبدأ نفردها. هو ده الدقيق اللي انا رشيته، مش هرجع ارش تاني. ببدأ افردها طولي وعرضي، وبعد كده بنبدأ ناخد من نص لبره لحد لما نرقق الحروف. في المرحلة دي بوقف بقى فرد، وبنبدأ ناخدها على ايدينا نبدأ نهويها بالطريقة دي. فايدة التهوية ان خلاص انت كده هتتخلصي من الدقيق الزيادة اللي فيها، وبتبدأي العجينة ترق معاكي زي ما انت شايفة. وخلاص كده هي ممتازة وخلصت معاكي بمنتهى السهولة. والله العظيم ما اخد وقت خالص معايا. بعد ما اكدت عليها الفرد، ببدأ هنا عندي سمنة هبدأ ادهنها. حابة تحطي الزبدة على سمنة عادي، حابة تحطي معلقة قشطة مع السمنة برضو عادي وتبدأي تدهني. بعد ما دهناها بنبدأ نقطعها طولي بالطريقة دي، وكل تقطيعة ببدأ كده اطبقها زي ما انتوا شايفين، وابدأ احطها على اللي بعديها واطبق. دي اول طريقة لتشكيل الفطير المشلتت معانا. شايفين ببدأ اخد القفلة كده وابدأ اسحب لبره عشان ترق معايا العجينة وتورق. شايفين الجمال؟ بصوا. وكده اول فطيرة معانا خلصت. النهاردة عاملين من فطير مشلتت، يعني فطير مشلتت صغير في طاسة في صينية. عندي نزلت معلقة من الزيت على معلقة من السمنة، بدأنا ندهن الصينية بتاعتنا. ببدأ احط الفطيرة طبعا وببدأ ادهن وشها من السمنة. برجع اكرر نفس الخطوات، برش دقيق واحط الفطيرة بتاعتنا وابدأ افردها طولي وعرضي، وبعد كده باخد من نص لبره، وبعد كده ببدأ ارق العجينة او اهويها بالطريقة اللي انتوا شفتوها طبعا على ايديكم. وبعد كده بنزل بالسمنة. دي تاني طريقة للتشكيل. ببدأ اقفلها على هيئة ظرف وشكلها بيبقى جميل جدا لو انت حابة تكبري الكورة وتعمليها فطيرة كبيرة. شايفين؟ بحط هنا بقى سمنة وارجع بقى اقفل كده واجيب الجنب التاني عليها،
وخلاص برجع ادهن دهنة سمنة وابدأ اقفلها كده، المها على بعضيها الفطيرة زي ما انتوا شايفين زي المثلثات، وابدأ المها على هيئة كرة او بقجة شايفين، وابدأ اقفلها كويس من فوق. وكده ده طريقة التشكيل التانية للفطير. شايفين انا بعد كده بقيت بفرد الفطيرة معايا نص فردة، وابدأ اهويها بالطريقة دي لحد لما تتفرد معايا تماما. بتبقي فردة ايدك عشان ما تتقطعش من صوابع ايديك وانت بتهويها. شايفين من فين وصلت لفين؟ كانت خلاص اتفردت تماما معايا. كل اللي بعمله ان انا برجع اكد بس على الحروف الفرد، وبعد كده ببدأ اقفلها. طبعا انا عملت هنا الصينية دي والصينية دي، ببدأ بالطريقة دي ابططهم لان هم ارتاحوا معايا على بال ما فردت باقي الكمية. شايفين الجمال؟ وببدأ ادهن الوش بدهنة خفيفة من السمنة. عندك زبدة ادهنيها زبدة، عندك قشطة حطي قشطة. بس كده هبدأ اسويهم. الفرن شغال على اعلى درجة حرارة، بدخلهم على الارضية والنار من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. وهبدأ ابطط التانيين بنفس الطريقة. طبعا انا التقفيلة بتاعت البقجة بتاعتنا لفوق مش حاطينها من تحت طبعا. وهنسوي برضو على البوتاجاز. اول ما من وقت للتاني ببدأ ادور الصينية بالطريقة دي عشان النار تبقى متوزعة عليهم. بعد كده لما بحس ان هم خدوا اللون الذهبي الخفيف من تحت، ببدأ ارفعهم على الرف الوسطاني واسيب النار من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما تاخد اللون تماما. شايفين قد ايه منتفخين معايا؟ لما تنتفخ الفطيرة اعرفي ان هي مورقة معاكي. بصوا هي اخدت اللون من تحت وبدأت تاخد اللون من فوق. شايفين الجمال والحلاوة؟ اول ما بيطلع من الفرن بديله تلميعة بالسمنة، وبعد كده ببدأ اغطي عليه بكيس من كيس بلاستيك، واغطي عليه بطبق او صينية تانية واسيبه. السخونية بتاعته بتبدأ تطري معايا وش الفطير. في طاسة بقى على النار هنبدأ نسوي. هنعمل فطير الطاسة السريع. احط معلقة كبيرة من السمنة وبسيب الطاسة تسخن كويس اوي، وبعد كده بنزل بالفطيرة وابدأ اديلها تبطيطة. اول ما بتأكد ان هي اتشمعت يعني لون العجين غير من تحت، ببدأ اقلبها على الوش التاني. تسويتها طبعا على نار عالية، يعني انت بتحط الطاسة بتاعتك على نار عالية وتسوي الفطيرة من الاول للاخر على نار عالية. شايفين الجمال؟ من وقت للتاني بقلبها على الوش ده شوية والوش ده شوية لحد لما تاخد اللون تماما. شايفين انتفاخها؟ ده معنى ذلك ان هي ورقت واستوت معايا. بس انا بحب اديلها درجة اللون المظبوط. والله العظيم قسما بالله هما الاتنين طعمهم جميل، وهما الاتنين عجينة واحدة، بس فطير الطاسة بجد طعمه اجمل مليون مرة من الفطير بتاع الفرن. برجع في نفس الطاسة بنزل بمعلقة من السمنة، ودي اللي احنا عملناها على هيئة بقجة برضو، بططتها بالطريقة دي ونزلت بيها. وتعالوا شوفوا قد ايه الفطيرة معايا. بصوا منتفخة وجميلة جدا. وكده النهاردة عرفتك ازاي تسوي الفطير المشلتت على البوتاجاز وازاي تسويه في الفرن، واديتلك مقادير عجينة مظبوطة ممتازة. شايفين الجمال؟ وشايفين قد ايه منتفخ معايا؟ بصوا الحلاوة. شايفين ده فطير الفرن طبعا، وده اللي سويناه على الطاسة. تعالوا شوفوا قد ايه مورق ومستوي حلو قوي معايا، والوصفة بجد ممتازة. كل اللي هيجربها هيدعيلي لان طعمه جميل جدا ومقاديره مظبوطة. يبقى 6 كوبايات من الدقيق اخدوا معايا 2.5 كوبايات من المية، معلقة صغيرة مليانة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. شايفين الرقات بتاعة الفطير معايا عاملة ازاي؟ بصوا الجمال، وطعمه حلو قوي قوي قوي. بصوا شايفين الفطيرة طرية معايا ومقرمشة من بره. طبعا هو لسه سخن جدا عشان كده مش عارفة كمان اوريهولكم كويس قوي. بصوا الحلاوة دي طبعا اللي احنا سويناه في الفرن مع بعضينا. بصوا الجمال. شايفين الفطيرة مورقة ازاي من جوه؟ اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتدعولي. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على خير.